صديقي العزيز، برحب بيك في الفيديو العاشر والأخير من المستوى الأول في كورس الكمان على موقع معهد بلوز لتعليم الموسيقى والرسم. في الفيديو ده هعلمك عن حاجة مهمة جدا اسمها الزمن. في الفيديو ده هعلمك عن حاجة مهمة جدا في الموسيقى وهي العلامات الإيقاعية. العلامات الإيقاعية هي الشكل اللي النغمة أخداه واللي بيحدد لي النغمة دي المفروض ترن وقت قد إيه أو تفضل مستمرة لفترة قد إيه من الزمن. الزمن يا صديقي أو التايمينج في الموسيقى هو عبارة عن 51% من أهمية العزف، وأنا حطيت الواحد فوق 50 عشان تعرف إنه أهم من صحة النغمات. يعني أنت ممكن تغلط في نغمة معينة أو تلعب نغمة مكان نغمة أو تبدل نغمة بالتانية وتزال الأغنية زي ما هي، مفيش مشكلة خالص. أما لو أنت اتلخبطت في الزمن ولو حاجة بسيطة هتلاقي نفسك بتلعب أغنية تانية خالص. عشان كده مهم جدا بالنسبة لي إن أكون فاهم التايمينج بتاع الأغنية اللي أنا بعزفها عامل إزاي، وأظبط الزمن بتاعي في أي أغنية أنا بلعبها عشان الأغنية تطلع زي ما بسمعها بالظبط. تعال نبدأ ونشوف إزاي الموضوع بيتم. طريقة قراية الزمن في النوتة الموسيقية بيبقى عبارة عن أشكال معينة، وكل شكل منهم بيعبر لي عن مدة زمنية معينة. زي مثلا الموبايل بتاع حضرتك كده بيبقى سعة البطارية بتاعته بتقدر تخليه يقعد مثلا 24 ساعة. ممكن صاحبك عماد يقعد البطارية بتاعته تقعد حوالي 48 ساعة، وممكن تليفون تاني البطارية بتاعته تكون بتخلص أوان أوان فبيقعد 12 ساعة بس. هنا برضو النغمات بتاعتي لما بتيجي تتلعب بترن فترة معينة من الوقت، لازم أكون قادر أحسب أو أعرف النغمة دي المفروض ترن وقت قد إيه. هل هتكون قصيرة زي كده مثلا، ولا هتكون ضعف ده يعني طولها قد دي مرتين، ولا هتكون طويلة خالص هتقعد معايا وقت طويل. إني أعرف أحدد الزمن بتاع النغمة اللي أنا بلعبها ده شيء في منتهى الأهمية عشان أقدر ألعب النغمة بتاعتي مظبوط، وهي دي وظيفة العلامات الإيقاعية في النوتة الموسيقية. تعال نتعرف على أول 3 علامات إيقاعية علشان نشوف الموضوع بيمشي إزاي. أول علامة إيقاعية عندي هتكون عبارة عن دايرة بسيطة خالص اسمها روند. في المزيكا بنقول عليها روند، والروند في النوتة الموسيقية معناها إن أنا بلعب النغمة بتاعتي وبسيبها ترن 4 عدات. يعني كل نغمة بلعبها على شكل روند لازم أخليها ترن مدة زمنية. المدة الزمنية دي قد إيه؟ عبارة عن 4 عدات. لو جيت أجرب ده في أي نغمة مثلا وليكن وتر الري، هلعب الري وهسيب النغمة ترن لمدة 4 عدات. هقولهم في بقي، هقولهم ببقي. ركز: ري 2 3 4، ري 2 3 4، ري 2 3 4، ري 2 3 4. هاخد بالي هنا ان انا لعبت نغمة ري وخليتها ترن 4 عدات، يعني فضلت ماشي عليها بالقوس في اتجاه واحد لمدة 4 عدات. وبعدين لما خلصت لعبت 4 عدات تانيين، يعني لعبت روند تاني على نغمة ري. وهلاحظ ان عشان العب نغمة على شكل روند لازم اخلي القوس يبدأ من البداية خالص علشان يكفي معايا ال4 عدات. 2 3 4، والا لو انا بدأت من نص القوس مثلا هلاقي القوس خلص وانا لسه ما خلصتش ال4 عدات بتوعي. 1 2، فلازم اعمل حسابي ان انا هبدأ من اول القوس. 2 3 4، 1 2 3 4. العلامة اللي بعد كده يا صديقي هتكون شبه الروند، يعني عبارة عن دايرة برضو لونها أبيض، لكن الدايرة دي بيطلع لها عصاية، والعصاية دي مش شرط تكون من فوق أو من تحت، ممكن تيجي كده أو كده. العلامة دي هنسميها بلانش علشان لونها أبيض من جوه الدايرة بتاعتها، يعني لونها أبيض فبنقول عليها بلانش. البلانش بتساوي عدتين بس، يعني بالمنطق كده هي تعتبر نص الروند، نص القيمة الزمنية بتاعة الروند. الروند بتساوي كام؟ 4، البلانش هتساوي 2 بس. فبالتالي لو أنا حبيت أقسم الروند بتاعتي ل2 بلانش هيبقى عندي كده: ري 2 ري 2. خدت بالك؟ تعالى نجرب نلعب واحدة روند بعديها 2 بلانش. 2 3 4، ري 2 ري
أكيد طبعا لاحظت معايا إن النغمتين التانيين مدتهم الزمنية أقصر من النغمة الأولانية بالظبط نص ساعة. يبقى الروند بتساوي 4 عدات، البلانش بتساوي عدتين. نيجي لآخر علامة هنتكلم عنها النهارده وهي شبه البلانش بالظبط بس لونها أسود، دارك، داكنة، مظللة، مليانة. انت ما تخنونيش. النوار عبارة عن عدة واحدة بس، يعني لما بلعب النغمة بتاعتي تكون أقصر من البلانش، تكون بالظبط نص ساعة، فتقريبا بتبقى صوتها كده. لو انت أخدت بالك هتلاقي إن أنا كده لعبت 4 نوار. 3 علامات إيقاعية اتكلمنا عنهم المرة دي. اتكلمنا عن الروند اللي بتساوي 4 عدات، واتكلمنا عن البلانش اللي بتساوي عدتين، واتكلمنا عن النوار اللي بتساوي عدة واحدة. لو تخيلنا ان الموسيقى او المقطوعة او الاغنية اللي انا هعزفها متقسمة كده حتت صغيرة، كل حتة من دول بتشيل عدد معين من العدات. الحتة دي يا صديقي احنا هنسميها بار. الشرقيين بيسموها مزورة والغربيين بيسموها بار. احنا هنقول كلمة بار. البار هنفترض ان هو فيه 4 عدات. عايز اجرب املى ال4 عدات دول مرة روند ومرتين بلانش، يعني البار الأول هيكون فيه واحدة روند، والبار التاني هيشيل كام واحدة لو حبيت أملاه بلانش؟ 2 في 2 ب4، يبقى محتاج 2 بلانش. بفكرك إن البلانش بتساوي عدتين، والبار فيه كام عدة؟ 4، يبقى أنا محتاج 2 بلانش عشان أكمل البار بتاعي. البار التالت هملاه نوار، فيبقى عندي كام واحدة نوار؟ 4 علشان ياخد البار كله، وبعدين هلعب البار الرابع روند مرة تانية. كل ده على أي نغمة تريحك. أنا هجرب هنا على نغمة ري، أنت تقدر تعمل الإكسرسايز ده على أي نغمة أنت تحبها، مفيش مشكلة خالص. يلا نشوف. هبدأ بالروند ري 2 3 4 بلانش ري 2 ري 2 نوار ري ري ري، وارجع للروند ري 2 3 4. نجرب مرة كمان من غير ما أنا أعد، حاول أنت تعد معايا. صديقي متخيل إن الزمن عليه أهمية كبيرة جدا عشان أقدر أعزف الأغنية بتاعتي بالشكل اللي أنا المفروض أعزفه بيها. يعني مثلا ممكن يكون في أغنية ليها نفس النغمات بتاعت أغنية تانية، الاتنين نفس النغمات بالظبط لكن الاختلاف في الزمن، ودي تبقى أغنية ودي تبقى أغنية تانية خالص. فبالتالي لازم أكون قادر أعد مع المزيكا اللي أنا بعزفها. طيب إيه أهمية إن أنا أعد؟ إنك تعد يا صديقي مع الموسيقى اللي أنت بتعزفها ده بيساعدك على كذا محور. على المحور الأولاني إنك تكون عارف تظبط الزمن بتاعك حلو جدا. تاني حاجة إنك تقدر تعمل أكتر من حاجة وأنت بتعزف، يعني تقدر تعد، تقدر تخبط برجلك، تقدر تحرك جسمك، ودي مهارة أساسية بنشوفها في أي عازف بيتمرن على أي آلة. تالت حاجة ودي حاجة مهمة جدا، إنه بيعلمك إزاي تنطق النغمات، إزاي تمرن ودانك بالتالي على إنها تسمع النغمات بشكل كويس. طريقة العدد بسيطة جدا. لو أنا عندي نغمة على شكل نوار هقول اسمها بس، يعني ري، فهقول ري مي، يبقى ري مي. خلينا في نغمات انت اوريدي عارفها زي مثلا السول واللا اللي على وتر السول، فهقول سول لا سول لا سول. أما لو كانت السول واللا مثلا هلعبهم بلانشات، فهقول اسم النغمة في العدة الأولى، يعني وأنا بقول 1 هقول اسم النغمة بدل كلمة 1، وبعدين بعديها هقول 2 أو 2 أو أيا كان بقى اللغة اللي حضرتك بتتكلمها يعني. فهجرب كده سول 2 لا 2 سول 2 لا 2. لو كانت النغمة بتاعتي عبارة عن روند يبقى الموضوع بسيط جدا. أنا هقول برضو اسم النغمة في العدة الأولى لكن هعد بعديها 2 3 4، فهتبقى كده سول 2 3 4 لا 2 3 4 سول 2 3 4 لا 2 3 4.
في هذه الأثناء أنا كمان بحرك رجلي بخبط معاها مع كل عدة، بس أنت طبعا مش شايفها، لكن دي برضو مهارة ممكن أحاول أطورها في نفسي، إن أنا أكون بحرك رجلي أو بخبط بيها مطرح كل عدة أنا بقولها. دي يا صديقي أهمية العد مع العزف عشان أقدر أطلع النغمة بتاعتي مظبوطة. تعال نطبق أنا وأنت دلوقتي الكلام ده على أغنية بسيطة وسهلة وتافهة جدا زي أغنية جينجل بيلز مثلا. الأغنية هتبدأ بنغمة سي. تخيل معايا لو أنا لعبت وهي بتبدأ ب6 سي، 6 سي ورا بعض. طبعا أنت عارف مكان نغمة سي فين، صح ولا إيه؟ لو لسه ما حفظتش أسامي النغمات وأماكنها يا صاحبي، يا ريت تراجع الفيديو اللي قبل ده علشان تقدر تعرف هي فين نغمة سي بالظبط. فأنا بقول في البداية 6 سي. تخيل لو ال6 سي دول أنا لعبتهم ورا بعض من غير ما أظبط أي زمن ولا أي عدد، هلاقي نفسي بقول هي دي دخلت جينجل بيل دي ولا حتى أي حاجة. لكن الفكرة إن أنا بلعب أول 2 سي نوار، وبعدين السي اللي بعد كده هلعبها بلانش، فهتبقى الأخيرة أطول من بقية إخواتها. يبقى أنا كده عندي 6 سي، 2 نوار واحدة بلانش، وبعدين 2 نوار واحدة بلانش، كمان واحدة. نجرب تاني. وبعدين عندي 4 نغمات على شكل نوار هيقولوا سي ري صول لا. أصبح هنا ال4 نغمات دول قصيرين ما بياخدوش وقت زي أصحابهم، فبيقولوا سي ري صول لا. وبعدين هلاقي نغمة سي تاني على شكل روند، يبقى المرة دي السي الأخيرة دي هتقعد 4 عدات. تعال نقول السطر كله واحنا بنعد من البداية. هقول سي 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 ري صول لا سي اتنين تلاتة أربعة. لو أنا في أي جزء من الأغنية غلطت في الزمن أو قصرت نغمة أو طولت نغمة، هلاقي الأغنية بتاعتي بقت نغمة تانية خالص، ما بقاش ليها نفس الصوت ولا نفس الطابع اللي الأغنية عاملاه. عشان كده من البداية لازم أعود نفسي على العدد. فاضل في الأغنية بتاعتنا سطر، تيجي نكمله. بعدين يا صديقي هيقول دو، 2 دو نوار وبعدين واحدة دو بلانش، فهيقول دو دو ري، وبعدين نفس الحكاية بس مع السي، فهيقول سي سي سي، وبعدين بمنتهى البساطة هيقول ري دو لا صول 2 3 4. خدت بالي إن عندي 2 ري نوار، دو لا نوار، وبعدين صول رول، بتبقى صول 2 3 4. يا ريت يا صديقي تمرن نفسك على الأغنية دي بالشكل ده وتتعود على العلامات الإيقاعية، لأنك هتستخدمها في كل مجالات العزف على الكمان أو حتى أي آلة تانية. حاول ما تلعبش وأنت ساكت ومكلدم. زعتر بيلعب غالبا وهو ساكت ومكلدم، وده بيخليه لما يجي يعزف مع حد تاني ما بيعرفش يتصرف، لأنه مش واخد إن يكون في أصوات كتيرة تكون شغالة معاه. كمان بيعاني جدا من إنه مش بيعرف يظبط الأغنية من حيث الزمن كويس، لانه مش متعود على انه يكون بيعد وهو بيعزف. كده يا صديقي نكون انتهينا انا وانت من المستوى الاول من كورس الكمان. مش محتاج اقول لك انك تشرفني بالسبسكرايب في الشانل بتاعتنا. كمان دلوقتي تقدر تزور الويب سايت وتشوف كل الدروس المجانيه اللي موجوده عليه، وتشترك في الميل ليست بتاعتنا عشان يوصلك اول الفيديوهات الجديده.